السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لحضراتكم، يا رب تكونوا جميعا بخير وسعادة وفي أحسن الأحوال. لا صوت يعلو فوق صوت مباراة منتخب مصر والأرجنتين. المباراة اللي هي بكرة إن شاء الله، المباراة اللي الوطن العربي بل العالم كله منتظر هذه المباراة، والدنيا كلها مستنية بداية هذه المباراة. في ناس بتقول ان منتخب الارجنتين مش هو منتخب الارجنتين بتاع زمان، وفي ناس تقول لا منتخب قوي، وفي ناس تقول لا ده ميسي هو كلمة السر، وميسي هو اللي محدش هيقدر عليه، وميسي ده حالة يعني فريدة من نوعها. خليني اقول لحضرتك، كل واحد حر في رأيه، ولكن انا من وجهة نظري شايف ان فريق الارجنتين او منتخب الارجنتين منتخب قوي. يعني ميسي هو القوة الضاربة، ميسي يمكن بيمثل نص القوة بتاعت منتخب الارجنتين، ولكن ده ما يمنعش ان اصلا منتخب الارجنتين منتخب قوي. مصر قادرة ان هي تفوز، منتخب مصر قادر ان هو يفوز بمشيئة الرحمن. منتخب مصر على العناصر اللي موجودة، على الأداء اللي احنا شفناه وشايفينه، على الإنجاز اللي المنتخب المصري عمله، على الدعم، على الروح، الدعم المعنوي، على الروح. سيبك من الكارهين والمنتقدين والحاقدين اللي بيقللوا من قيمة منتخب مصر وبيقللوا من قيمة الجهاز الفني ومن قيمة اللعيبة اللي موجودة، وتحس ان كل واحد فيهم شايف نفسه ان هو جوارديولا. لا ده فلان ما كانش يجي، لا فلان اللي يجي، لا فلان مش عارف ايه. سيبك من ده كله، ولكن في دعم معنوي، في دعم معنوي للمنتخب. وكل فوز بيخليك انت كلاعب المعنويات عندك بترتفع، والحلم والطموح بتاعك بيزيد كلها 90 دقيقة في أرضية الملعب وتحقق حلمك. فعلى المستوى الفني، على المستوى اداء اللعيبه، مصر تقدر. مصر تقدر، بس هل هيكون في عداله على ارضيه الملعب؟ يعني ايه يا عم محمد بتقصد؟ اقول لك يعني ايه. لما الاقي انفانتينو اللي هو رئيس الاتحاد الدولي طالع بيقول لك ان ميسي بطوله كاس العالم قائمه على وجود ميسي في البطوله، ده معناه ايه؟ لما يطلع يدعم ميسي ومنتخب الارجنتين، وان ميسي لازم يحقق ارقام قياسيه، وموجود طبعا كريستيانو، يعني كريستيانو وميسي ده لازم يحقق ارقام وده لازم يحقق ارقام، فالبطوله قائمه بالاكثر على ميسي زي ما بيقول رئيس الاتحاد الدولي. هل ده معناه انه ممكن التحكيم يكون موجه باتجاه الارجنتين؟ اللعيب بقى ياخد طرد ما يتحسبش، اللعيبه تدخل تضرب ما تتحسبش، مش عارف ايه، هدف مش عارف يدخل، الكلام ده كله هل ده ممكن يحصل؟ او ده ياخدنا لسكه ان احنا نفكر ان ده ممكن يحصل؟ انا عن نفسي ده ياخدني للسكه دي. ليه؟ لان انا شايف عدم عداله ونزاهه في هذه البطوله. ازاي؟ قرار الطرد اللي تعرض له لاعب امريكا، والقرار ده يقول لك يطلع بيان او انفانتينو يقول لك القرار ده او العقوبه دي هتتاجل او هتتجمد لحين انتهاء كاس العالم عشان لاعب امريكا يشارك قدام بلجيكا. يبقى ده اسمه عبث، يبقى ده اسمه عدم عداله وعدم نزاهه للبطوله. فده يخليني اروح للسكه، والاتحاد الاوروبي بالمناسبه طلع بيان بيستنكر فيه القرار اللي طلع بتاع انفانتينو. فده ياخدني للسكه انه ممكن انت لو احق بالفوز ان القصه ممكن تروح ناحيه الارجنتين عادي.
ولكن على المستوى الفني الارجنتين مصر قادره عليه. ميسي لعيب كبير محدش يقدر ينكر، لعيب اسطوري محدش يقدر ينكر، بس مغرور، بس مغرور. ومصر قادره تكسر شوكه غرور ميسي بكره ان شاء الله. فبنتمنى يكون في عداله في ارضيه الملعب. طيب نروح بقى على نادي الزمالك. نادي الزمالك بيعمل عقد او بيتعاقد مع شركه اماراتيه لتوريد الملابس الرياضيه لكافه الفرق داخل نادي الزمالك على المستوى الاعمار كلها، يعني من والالعاب كلها، كره القدم، سله، طايره، مش عارف ايه، رجال، سيدات، ناشئين، اشبال، الفريق الاول، كله. ونادي الزمالك هيحصل على عقد او هيحصل على 2 مليون دولار من الشركه دي، زائد ان هيكون في محلات للشركه الاماراتيه دي متواجده في مصر من اجل تسويق المنتجات بتاعتها، والزمالك له نصيب او له حصه في المنتجات دي. حاجه كويسه، حاجه كويسه، بس اتمنى تكون شركه محترمه. 2 مليون دولار هيخشوا النادي الزمالك من الشركه دي، بس بعيد بقى عن المحلات اللي هتتعمل والعوائد اللي هتيجي لنادي الزمالك والمكاسب والكلام ده كله. 2 مليون دولار على الموسم الواحد، زائد بقى الملابس بتاعت كل الفرق بمختلف الاعمار داخل نادي الزمالك. طبعا بنتمنى التوفيق لنادينا الحبيب ان شاء الله في كل ما هو قادم. طيب عايز اقول لكم حاجه يا جماعه، الناس اللي بتتكلم وبتقول الارض هي اللي هترجع والارض هي اللي هتعمل واحنا حلمنا الارض ومش حلمنا الارض، بص هقول لحضرتك حاجه، انت مش هتضرب الارض هتطلع بطيخ، انت مش هتضرب الارض تطلع فلوس. الارض عشان تجيب لك فلوس عايزه وقت وعايزه فتره. الزمالك حاليا عشان يقدر ان هو ينهض او يقدر ان هو يقف على رجله مره تانية محتاج مليار جنيه، ودي اقل حاجه. صفر كده العداد، تبدا من الصفر، محتاج لك مليار جنيه تدفع رواتب مدربين، رواتب لعيبه، تقدر تجيب صفقات، وبعد كده انت هيدخل لك فلوس اوتوماتيك. لكن انت محتاج دلوقتي في ايدك مليار جنيه عشان تقدر تقع، وواحده واحده يخش ليك بقى الموارد اللي هتجيب لك بقى، ان كان بقى اعلانات، الرعايه، مش عارف البث، مش عارف ايه، الكلام ده كله هيجي واحده واحده. لكن انا بتكلم على اللي انت محتاجه دلوقتي. فنادي الزمالك اللي هو محتاجه اكتر عشان يقدر يقف على رجله مره تانية هي شركه الكوره. شركه الكوره في رجال اعمال زملكاويه كتير. طيب ليه رجال الاعمال الزملكاويه دول ما يعملوش رابطه ويأسسوا شركه كوره ويدرسوا الموضوع ويعملوا دراسه جدوى للموضوع ويعملوا ورق للموضوع ويعرضوه على الجمعيه العموميه، وتتعمل شركه كوره لنادي الزمالك ويدخل لها منها فلوس للنادي والدنيا تتظبط. بنسمع ان شركه الكوره خلاص قربت، شركه الكوره بقالنا قد ايه بنسمع الكلام ده، ما فيش حاجه بتحصل. فانت عشان تاخد الخطوه دي لازم تكون خطوه جريئه من رجال اعمال نادي الزمالك اللي هم المحترمين. دول خلاصه في الازمات اللي عند نادي الزمالك عشان تبقى فاهم. تعال نروح للنادي الاهلي. امام عاشور يمكن اتكلمنا ان كان جاي له عرض سعودي قوي وعرض من شركه تسويق اوروبيه، ولكن عموته المدير الفني الجديد اللي وصل النهارده بالمناسبه يعني للقاهره وكان متواجد داخل النادي الاهلي، رافض فكره بيع امام عاشور نهائي، وقال لك امام عاشور افضل لعيب داخل النادي الاهلي، وامام عاشور من وجهه نظري شايف ان افضل لعيب داخل منتخب مصر. امام عاشور لعيب جوكر انا اقدر اعتمد عليه في اي مركز في ارضيه الملعب، فانا مش عاوز امام عاشور يمشي. طب امام عاشور جاي له عرض بارقام جنونيه وارقام فلكيه وبتاع والحكايه، على الاقل يا جماعه امام عاشور يفضل الموسم ده.
هل امام عاشور لو الرقم الكبير ده جاله بالفعل الاهلي هيستغنى عنه؟ خليني اقول لك امام عاشور لو جاله 8 9 10 مليون دولار هيمشي، ولكن عموته متمسك بيه. اما بالنسبه لتريزيجيه، الراجل بيقول انا خلاص، يعني انا عارف القصه بتاعت تريزيجيه، وخصوصا في ازمه داخل الاهلي بسبب تريزيجيه بعد تسريب الكابتن وليد صلاح الدين لراتب تريزيجيه داخل النادي الاهلي، وان تريزيجيه في مفاوضات متقدمه ما بين الاهلي والرياض السعودي بخصوص تريزيجيه، والناس واقفين على عوده تريزيجيه مع المنتخب من المنتخب طبعا في بطوله كاس العالم، والراجل يمضي العقود وهيمشي. فالراجل قال لك يا عم انا ما عنديش مانع خالص في قصه تريزيجيه، ولكن في اصوات تانية في النادي الاهلي بتنادي، يعني في ناس داخل مجلس الاداره او عموته كده كده ما عندوش مانع. اما انا بكلمك على الانقسام داخل مجلس الاداره، ناس شايفه لا تريزيجيه احنا مش هنقدر نعوض، مش هنقدر نعوض تريزيجيه، وفي ناس شايفه لا احنا عايزين نحافظ على اوضه اللبس. اوضه اللبس متفكك بايظ بسبب الرواتب. ده بخصوص تريزيجيه وبخصوص امام عاشور. طيب، اما بالنسبه بقى لقصه بديل اليو ديانج، كلام طلع ان احنا هنرجع حمدي فتحي، وبالمناسبه عموته اللي طلع قال لك حمدي فتحي او اكرم توفيق، واحد في الاثنين في نص الملعب. طيب الاهلي شايف ان حمدي فتحي عشان احنا نجيبه النادي بتاعه مش هياخد اقل من 1,500,000 دولار. طب حمدي فتحي هيطلب رقم كام؟ يعني الرقم اللي يطلبه كام؟ طب احنا عايزين نحافظ على اوضه اللبس، ده الكلام اللي داخل النادي الاهلي. فاحنا شايفين ان قصه حمدي فتحي بعيده. طب اكرم توفيق قال لك لا يا باشا، اكرم توفيق بقى اللي مشي ما يرجعش الاهلي الا حر. مش عارف، اللي مشي ما يرجعش الاهلي الا حر، ده الكلام اللي طالع من النادي الاهلي. قصه احمد محمود الباك اليمين قصه كارثيه من وجهه نظري. يعني انت دلوقتي احمد محمود رجع لك طبعا في عرض مقدم من نادي زد، والزمالك ما عندوش اي مانع خالص ان احمد محمود يتباع لزد. من وجهه نظري شايف ان دي كارثه ودي مصيبه داخل نادي الزمالك. ليه؟ انا عندي دلوقتي الباكات بتاعتي مين؟ الباك اليمين عمر جابر ومحمد ابراهيم، مع كامل الاحترام والتقدير لعمر جابر، بس عمر جابر خلاص ما يقدرش يشيل فرقه. عمر جابر مش هيديك اللي انت مستنيه منه. فانا عاوزك تستبعد عمر جابر من القصه خالص، ودلوقتي ما تشوفش قدامك غير محمد ابراهيم اللي لسه شاب ناشئ، لسه عيل صغير. فهل من المعقول ان انت تستغنى عن احمد محمود اللي يكون متواجد مع محمد ابراهيم ناحيه الباك اليمين؟ انا شايف ان دي كارثه، كارثه الزمالك بيفكر فيها. بخصوص المدير الفني، الكابتن معتمد جمال بيرجع للصوره مره تانية. ليه بقى؟ قصه الكسندر سانتوس، الراجل كان متفق مع الزمالك والامور تمام التمام، ولكن في ازمه ماليه داخل نادي الزمالك. الراجل طبعا ما شاء الله في كلام بيجي له انت تاخد فلوسك مقدم، الزمالك مش عارف ايه، ومدرب سابق كان بيدرب نادي الزمالك بلديات وقال له خد فلوسك مقدم، القضايا ومش القضايا والناس ما بتدفعش، وعليهم قضايا كتير في الفيفا والحكايه والروايه والكلام ده كله. فالراجل عاوز 3 شهور مقدم، وعاوز الضمانات المكتوبه وتعهدات مكتوبه بضمان حقه ان الراتب بتاعه ما يتاخرش ثانيه واحده. حاليا الزمالك عنده ازمه، عنده ازمه ماليه. عشان كده انا بقول لك ان صوره او اسم الكابتن معتمد جمال بيرجع مره تانية في الصوره، ان هو اللي يكون متواجد مع نادي الزمالك، وده عكس رغبه وطموحات جون ادوارد اللي هو حابب خلال المرحله ديت فكره تواجد مدير فني اجنبي وبالتحديد برتغالي.
بس ما باليد حيله، ما فيش فلوس. بالمناسبه ما فيش اي ازمه واي مشكله ما بين جون ادوارد وما بين الكابتن معتمد جمال، العلاقه كويسه وعلاقه حب وتمام. بس انا بتكلم على فكر الراجل المدير الرياضي محتاج الفتره ديت مدير فني اجنبي ومدرسه برتغاليه. تنساش ان هو اللي في الفتره الاولى او في الولايه الاولى لفريرا، لجده فريرا، كان هو جون ادوارد اللي جابه للزمالك. وحتى في الولايه الثانيه برضه جون ادوارد هو اللي جابه. هو بيميل للمدرسه البرتغاليه. عشان كده بقول لك ان اسم الكابتن معتمد جمال بيرجع مره ثانيه للصوره. ما نسمعش بقى ناس تطلع تقول اصل احنا ما كناش عايزين نمشيه. لا، انتوا كنتوا عايزين تمشوه، بس المشكله شروط وطلبات الكسندر سانتوس هي اللي عقدت الامور وهي اللي وقفت الامور. ده بخصوص المدير الفني لنادي الزمالك. طيب ياسين منصور، المهندس ياسين منصور، الراجل الملياردير، رجل الاعمال الاهلاوي يعني ونائب رئيس النادي الاهلي، عاوز يعمل هديه لجمهور الاهلي ومفاجاه لجمهور الاهلي في عوده محمد عبد المنعم. الراجل شايف ان الفتره ديت المفاوضات مع عبد المنعم او نسبه رجوع عبد المنعم للاهلي مره تانية اصبحت سهله عن الاول. الاول عبد المنعم بقى انا هشارك في كاس العالم واظهر ويجي لي عروض اوروبيه ويجي لي مش عارف ايه والكلام ده كله. ولكن طبعا عبد المنعم كلنا عارفين ان كان تعرض لاصابه ومش ما بيشاركش مع النادي بتاعه، وانضم للمنتخب ونزل لعب شويه، اتسبب في ركله جزاء على منتخب مصر وخرج برضه تاني مصاب، فصعب ان هو برضه يرجع يشارك مع النادي بتاعه. فاحنا شايفين ان عبد المنعم ما حققش اللي كان بيحلم بيه. فايه المانع ان احنا نرجع محمد عبد المنعم مره تانية للنادي الاهلي؟ دي فكره الاستاذ ياسين منصور. هل عبد المنعم هيرجع للاهلي مره تانية؟ انا بقول لك اللي بيدور داخل النادي الاهلي. احمد الجفالي الافريقي التونسي عاوزه، وانا شايف برضه دي كارثه من ضمن الكوارث. احمد الجفالي الراتب بتاعه مش كبير، مش عارف 200 300 الف دولار يعني. احنا في احتياج ضفر لعيب، مش لعيب، في احتياج ضفر لعيب متواجد في نادي الزمالك خلال الفتره اللي جاي. انت موقف لك ايقاف قيد تأديب، مفيش صفقات، مش هتجيب لعيب هنافس على بطوله دوري، هنافس على دوري ابطال افريقيا. انا محتاج كل لعيب موجود، والجفالي كويس مش وحش. يعني احمد الجفالي لعيب كويس مش وحش، وهيديله حلول كتير في ارضيه الملعب. ان انا العبه يلعب جناح يمين، خوان بيزيرا اقدر استفيد بيه وادخله في عمق الملعب، هيديك حلول كتير. فانا شايف ان من وجهه نظري برضو ده خطا كبير نادي الزمالك هيعمله في حاله بيع احمد الجفالي او رحيل احمد الجفالي. نفس القصه مع احمد محمود الباك اليمين اللي هيمشي لزد. انا مش عارف الناس دي بتفكر ازاي وبتفكر يعني بانهى عقليه. طيب انا مش هطول على حضراتكم اكتر من كده. بتمنى طبعا تشاركوني برايكم في التعليقات عن المواضيع اللي اتكلمت فيها، وبتمنى تعملوا لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من جمهورنا العظيم. مش مشترك في القناه يشترك في القناه وفعل الجرس لكل عشان يوصلك فيديوهاتنا اول باول. شكرا لكم، السلام عليكم.